السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وحبايبي طلاب تالتة إعدادي، إزيكم عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله في الفيديو ده نحل مع بعضينا امتحان محافظة الدقهلية ترم أول 2025. بعتذر ليكم حبايبي طلاب محافظة الدقهلية إن أنا قصرت معاكم وأخرت في تنزيل الامتحان. قلنا لازما ننزله قبل طبعا ما في محافظات تمتحن يوم الخميس، فقلنا ننزله في الليلة كده، ليلة الخميس، يعني حد يستفيد كده من الامتحان. امتحان محافظات لسه ما امتحنتش زي القاهرة والجيزة وبعض المحافظات. كمان حبايب طلبة وطالبات الدقهلية يراجعوا الامتحان معايا بعد ما ظبطنا كده الدنيا وطبعناه. يلا كده نبدأ نشوف الدنيا ونشوف الأسئلة، وربنا يستر يا مستر وتكون قفلنا إن شاء الله في الامتحان نموذج د. خلي بالكم مهما اختلفت النماذج هي بعينها نفس الأسئلة، لكن مختلفة في التوزيع بتاعها، فهي بعينها نفس الأسئلة. أول سؤال، واحنا طبعا حلينا الشرقية الحمد لله ونزلناه على القناة بتاعتنا بدري بدري، لكن نسينا ننزل الدقهلية. يلا نبدأ يا مستر. حادثة دنشواي ما العلاقة؟ حدد العلاقة 1 و2. حادثة دنشواي 1906 واللورد كرومر. طبعا احنا عارفين طبعا ان حادثة دنشواي دي مصطفى كامل استغلها وندد بسياسة الاحتلال، وترتب على ذلك استقالة اللورد كرومر. يبقى اقول له ادى تنديد الزعيم مصطفى كامل بحادثة دنشواي وبسياسة الاحتلال القمعية في حادثة دنشواي إلى استقالة الأخ اللورد، أخ يا مستر، اللورد كرومر اللي هو أول وأقوى معتمد بريطاني. كده أنت هتختلفوا في الطريقة، المهم هي دي الإجابة. السؤال اللي بعديه، تولى عثمان رفقي ناظر الجهادية واندلاع الثورة كان من أسباب، على فكرة الأسئلة دي حليناها في الامتحانات اللي كانت نازلة هي بعينها، كان من أسباب قيام الثورة العربية، تمام، اضطهاد عثمان رفقي اللي هو ناظر الجهادية، اضطهاده ايه؟ للضباط المصريين وعدم ترقيتهم اللي هو أول سبب. ممكن ناس تكتب عن حادثة قصر النيل، ممكن إن شاء الله يتحسبوا صواب الاتنين، تمام، لكن دي الإجابة طبعا اللي هي الأدق يعني. خلصنا سؤال 1 و2. بعد كده نحل بقى. حدد وجه شبه بين كل من معركة مرج ضابق ومعركة الريطانية. السؤال ده كان جاي في امتحان محافظة المنيا العام الماضي. معركة مرج ضابق ومعركة الريطانية شبه بعض فيها هزيمة المماليك يا مستر، انتصار العثمانيين في المعركتين. برافو عليكم، تمام. والأطراف المماليك أو العثمانيين ضد المماليك. السؤال اللي بعديه، سياسة محمد علي والخديوي إسماعيل في أفريقيا. ده سؤال رخم شوية يعني. سياسة محمد علي والخديوي إسماعيل اللي هي إيه؟ إرسال الحملات أو التوسع في الجنوب، وعايز الشبه التوسع في الجنوب والسيطرة على منابع نهر النيل. برضو دي تنفع يا مستر، سيطرة على منابع النيل. يعني عندنا محمد علي كان من ضمن نتائج حروب السودان اكتشاف منابع النيل اللي هي تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية. في عهد الخديوي إسماعيل أرسل حملات للأقاليم الاستوائية من أجل التوسع في الجنوب والسيطرة على مياه النيل ومنابع النيل. يبقى الشبه منابع النيل واللي هو السيطرة على منابع النيل. السؤال اللي بعديه جيم، حدد الدور الذي قام به كل من محمد فريد وجهوده في مجال التعليم. محمد فريد طالب بإنشاء مدارس الشعب الليلية لتعليم العمال والفقراء بالمجان، ودعا إلى جعل التعليم، تمام، إلزاميا وبالمجان في المرحلة الابتدائية. تمام، ده إجابة جيم. بعد كده حدد الدور الذي قام به محمد علي في تحسين طرق الري. حفر طرق مثل ترعة المحمودية
وأنشأ القناطر على النيل مثل القناطر الخيرية. القناطر الخيرية ده خدناه في مجال الزراعة يا مستر، اللي يا محمد علي ازاي قدر ينهض بالزراعة. تمام. السؤال اللي بعديه ده القطع وعليها سؤال. قوام الشعب المصري على مر العصور استبداد الحكام وطغيان المحتل الخارجي. في ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي. أيد صحة العبارة الآتية، ركزوا معايا. نجح الشعب المصري في فرض إرادته عقب خروج الحملة. أيد أنقول حيث نجح يا مصدر، حيث نجح زعماء الشعب عندما اجتمعوا في بيت القاضي اللي هو يوم 13 مايو اللي هو دار المحكمة عام 1805 في عزل خورشيد وتعيين محمد علي. هم قرروا يعني في الحتة دي وتعيين محمد علي، وأخذوا عليه العهود والمواثيق بأن يحكم بالعدل. تمام. طب أنا يا مستر كتبت الحتة بتاع نمو الروح القومية ديت، وإن المصريين تمسكوا بحقهم في الحرية واختيار حاكمهم. تنفع يا مستر ديت؟ حسب بقى المصحح ما هو شايفها هيحسبها لك. تمام. خلصنا أول صفحة، هنكمل إن شاء الله الصفحة اللي بعديها. دي الصفحة الأولى كاتب لي أهو، نروح للصفحة الثانية. 100 بتتقلية دول اللي نظام البوكلت يطبق على كل المحافظات الترم التالي. تمام. المجموعة الثانية ألف، حدد العلاقة بين كل من حادثة دنشواي واللورد كرومر. ما احنا حلينا ده يا مستر، أداة اللخبطة دي. تولى عثمان رفقي حليناه. حدد وجه الشبه حليناه. كل ده حليناه يعني يا مستر، أداة. دراسات نموذج باء الصفحة الثانية. ده نموذج باء للأسف يعني. كده شكلنا عكينا الدنيا يا مستر. طيب نشوف كده الدنيا. المجموعة الثالثة، وده نموذج دال. يبقى احنا كده لخبطنا الدنيا، بس احنا نوعدكم ان شاء الله ان احنا هنطبع الباقي، هنوقف الفيديو تمام وهنطبع باقي الامتحان عشان اللخبطة ديت، عشان نفس الأسئلة تتكرر مش هينفع. نحل المجموعة الثالثة ونكمل، وفي الآخر خالص هنطبع. تمام. كده الامتحان معايا على الكمبيوتر، اطبعه واكمله. هكمل معاكم المجموعة الثالثة. تمام. المجموعة الثالثة أعطيني سؤال الخريطة، وبيقول لي أمامك خريطة صماء للعالم، لاحظها ثم أجب عما يأتي. رقم 1 هضبة البرازيل يمثلها الرقم دهوت. أنا الصراحة مش شايفه رقم كام، فممكن يكون رقم 4، رقم 5، نعتبر من 4. يبقى المهم إن هنا هضبة البرازيل. بعد كده إقليم المناخ الموسمي. فين الموسمي؟ هنا اهوت يا مستر، الموسمي. وبرضه في رقم هنا خلي بالكوا عند افريقيا هنا باين، مش هنا، يبقى ده الموسمي. بعد كده واما اشجار جوز الهند. السلالة المغولية يا مستر هنا اهي، السلالة المغولية اهي اللي هي الرقم ده هوت. طبعا الرقم مش باين عشان كده انا مقولتش ارقام، لكن انتوا اكيد كان باين عندكم في النماذج. تخيل الإجابة. اكبر دول قارة امريكا الجنوبية سكانا للبرازيل. ده سهل يا مستر. بعد كده اكتب صواب او خطأ مع ذكر السبب. تقع قارة استراليا باكملها في نصف الكرة الشمال الشرقي. غلط. والفين يا مستر؟ الجنوب الشرقي، مش الشمال الشرقي. كلها جنوب دائرة الاستواء في شرق خط الطول الرئيسي جرينتش. دلل الولايات المتحدة يضم شعبها سلالات مختلفة. سؤال سهل. حيث يوجد بها السلالة، ونكتب بقى المغولية وهم الهنود الحمر السكان الأصليين، والقوقازية وهم الأوروبيون القادمون من أوروبا، والسلالة الزنجية وهم الأفارقة القادمون ضمن الهجرات
ضمن الهجرات الإجبارية اللي هي القسرية. تمام، خلصنا ده وكده خلصنا المجموعة الثالثة. لكن لسه باين في سؤال تاني يا مستر في المجموعة الثالثة. هنقلب الصفحة هي برضه نموذج د، لو بصيتوا تحت خالص كده اهوت نموذج د الصفحة الرابعة. يبقى ناقصنا صفحة كده في نموذج د إن شاء الله نشوفها موجودة في الملف اللي احنا عاملينه. تمام، ما دي مشكلة امتحان الدقهلية، كذا نموذج هي نفس الأسئلة. تتشابه تضاريس شمال غرب قارة أفريقيا وجنوبها الشرق ويختلفان في المناخ. دلل. نقول حيث تمام يوجد بهما الجبال، وهي جبال أطلس في الشمال الغربي، ودراكنزبرج في الجنوب الشرقي. طب يختلفان مناخيا حيث يوجد إقليم مناخ البحر المتوسط في الشمال الغربي. برافو عليكم، طبعا التوزيعة واضحة في النموذج. والإقليم المعتدل شرق القارات اللي هو الصيني في الجنوب الشرقي. سهل جدا، سؤال سهل. نروح للمجموعة الرابعة. امتحان سهل، عاملين عليه مشكلة ليه؟ انتوا تكبروا الصغيرة الصراحة، يعني مش كل المحافظات اللي بتكبر الصغيرة يا مستر. كمل يا مستر كمل عشان المفاجآت. كثرة الموانئ الطبيعية ده سهل جدا بسبب تعرج السواحل وكثرة الجزر. تعرج السواحل وكثرة الجزر ده سهل. نكمل. زي السكان في معظم تخطط الحدود السياسية. السؤال ده حليناه قبل كده. ازاي؟ انا حليته على فكرة في أسئلة التقييمات، او مش عارف، مش في التقييمات، الامتحانات اللي نازلة ديت. انا فاكر السؤال ده حليته قبل كده. ممكن يجي في محافظة المنيا. المهم هنكتب عن الإيجارات غير الشرعية. تمام، اقول له حيث، او اقول انه نتج عنها اللي هي قيام او وجود الهجرات، وكان في المنيا على فكرة الشرعية، وجود الهجرات غير الشرعية من دول آسيا إلى دول أوروبا، يعني خارج القارة، اللي هي هجرات خارجية تتم من وسائل غير قانونية. على فكرة السؤال ده جاء في الشرقية بطريقة بقى تاني، اللي هي وجود السلالات الصفراء في أوروبا. ليه يعني في سلالة صفراء مغولية في أوروبا؟ برضو بسبب الهجرات غير الشرعية. فهو بيلعب بالألفاظ وبتكون نفس الإجابة. طبعا السؤال 3 ده حافظينه. اختلاف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم بسبب اختلاف الأنشطة الاقتصادية ودخل السكان سؤال سهل وسؤال بسيط، وأنا شايف إن ال3 أسئلة سهلين يعني. تمام، نحل بقى بالمرة. ده الجغرافيا نعلم لحد الآن ما حلناش تاريخ باين ولا إيه؟ حلينا باين تاريخ يا مستر اللي هو مش عارف والله حليت تاريخ ولا إيه. لعب عامل ارتفاع السطح دورا متناقضا في توزيع السكان في أفريقيا. أداة السؤال ده حليته، وأنا فاكر حليته برضه، مش عارف كان في إيه بالظبط، يعني الأسئلة بتتكرر. ده اللي نقول حيث. تمام، أدى حليناه كتير على فكرة مع بعضنا في المراجعات. ارتفاع السطح في الدول المدارية إلى اعتدال المناخ، وبالتالي تركز السكان، كما في أوغندا وكينيا. تمام، بينما يقل السكان في المناطق الجبلية الوعرة في جبال البحر الأحمر.
يبقى دي إجابة ب. ليدلل جغرافيا على مصداقية العبارة، هنكتب عن المناطق اللي يتركز بها السكان في المناطق المرتفعة السطح بالدول المدارية اللي هي أوغندا وكينيا، واللي يقل فيها السكان اللي هي جبال البحر الأحمر. ده المختصر يعني. خلصنا كده نموذج د الصفحة الرابعة. هنكمل إن شاء الله الصفحة الخامسة. الصفحة الخامسة. خلي بالكوا الصفحة اللي ناقصة اللي هي المجموعة الثانية تاريخ. هذه الصفحة الخامسة هيت عشان تركزوا معايا وتعرفوا المستر حلل ايه. سؤال جيم. سؤال 2 في دلل توجد علاقة بين الخدمات الصحية ومعدل الوفيات في قارة أوروبا. ازاي يعني؟ أقول له حيث أدت الخدمات الصحية إلى زيادة عدد كبار السن. زيادة عدد كبار السن مما أدى إلى مرتين ولا ارتفاع معدلات الوفيات. معلش بقى أنا بسجل الفيديو في وقت متأخر شوية والتركيز هتلاقوه حبة ناقص شوية يعني مش مركز شوية، وللأسف بقى ما لحقتش أشرب قهوة كده أظبط الدنيا شوية. ماشي يا مستر. يبقى دي الإجابة يعني. يبقى حيث أدت الخدمات الصحية إلى زيادة عدد كبار السن وده أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. في ناس هتكتب يا مستر تقل معدلات الوفيات في أوروبا بسبب الخدمات الصحية، والمشكلة إن أوروبا الوفيات فيها بتزيد ما بتقلش، فمش عارفين بقى يحسبها لكم صح ولا إيه، لكن هي دي الإجابة الأفضل وهي الإجابة الأدق وهي الإجابة الصح يعني. أنا عارف أنتوا بتفكروا إزاي وبناء عليه يعني أنا أكيد حاسس بيكم وحاسس بإجابتكم. هنحل جيم قطعة وعليها سؤال. حدد أوجه الارتباط بين معدل تعليم الإناث وعادات وتقاليد. طبعا هنا هنقول هنا يقل معدل تعليم أو هناك بعض العادات والتقاليد. هناك بعض العادات، ده حافظين السؤال ده يا مصر، والتقاليد التي تؤثر على معدل تعليم الإناث حيث تحرم بعض المجتمعات المرأة من التعليم حفاظا عليها، خايفين عليها يعني، أو بسبب بعض المعتقدات الخطأ وتفضيل، وكمان يا مستر تفضيل الزواج المبكر للإناث. تفضيل الزواج المبكر للإناث. السؤال ده ما المقصود بالدول الجزيرية؟ ده سهل طبعا. دول تتكون من جزيرة وأكثر وقد تكون جزءا من جزيرة. الإقليم المناخي برضو سهل، منطقة محددة لها خصائص مناخية معينة من حيث الحرارة والرياح والأمطار. تمام. احنا كده هنوقف لحد ما نشوف المجموعة اللي ناقصة ديت بتاع التاريخ، المجموعة الثانية، لأن احنا حلينا كده 3 مجموعات فقط، 2 جغرافيا وواحدة تاريخ. فننتظر إن شاء الله ثواني كده وارجع لكم حبايب الطلاب. هنكمل حبايب الطلاب امتحان الدقهلية. طبعا احنا ملقناش غير صورة على السؤال اللي احنا محلينوش من الامتحان، صورة من نموذج باء. زي ما انتوا شايفين كده المنظر مش هيعجبكم خالص، لكن هنعمل ايه؟ فاحنا حاولنا نتصرف لان قلنا الامتحان مش معانا، ولذلك عشان كده اخرنا عليكم في حل الامتحان. يلا كده نبدأ نشوف السؤال. طبعا دي يعتبر المجموعة الثانية بالنسبة لنموذج د، ودي المجموعة الأولى بالنسبة لنموذج باء، فقلنا في لخبطة بس في المجموعات وهي نفس الأسئلة. المهم أول سؤال اختر الإجابة 4 نقاط. تغير الوضع الاقتصادي لمصر بداية القرن السادس عشر اللي هو 1500 بعد معركة اللي هي ديول بحرية اللي يتحطم فيها الأسطول المملوكي. دي خدناها طبعا اللي هي لو فاكرين تعرض دولة المماليك لأزمات مالية وتدهور اقتصادي. بعد كده الأثر السلبي لوزارة إسماعيل صدقي طبعا سهل جدا، اللي هو وضع دستور عام 1930 وإلغاء الدستور
بتاع 1923. برضه سؤال سهل. 3. أصبح مصر منصة إعلامية رسمية في عهد محمد علي، إعلامية اللي هي صحيفة الوقائع المصرية، إصدار صحيفة الوقائع المصرية. تمام. طبعا مفيش هنا إصدار صحيفة الوقائع المصرية، مكتوب المطبعة الأميرية، البعثات التعليمية، الخبراء الأجانب، ترجمة الكتب، يبقى المطبعة الأميرية، لأن هي دي من خلالها أصدر صحيفة الوقائع المصرية، عشان قال لي من خلال. تمام. رقم 4. سمح الفرنسيين للقوات العثمانية بالدخول للقاهرة في عهد قليبر. الكلام ده حصل لما اتفقوا مع بعضهم في معاهدة العريش أو في العريش، فكان العثمانيين دخلوا القاهرة، ولما فشلت المعاهدة قليبر هاجم على العثمانيين وأعاد القوات العثمانية متقهقرة إلى الشام. امتحان سهل على فكرة، يعني أسهل من الشرقية. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع ذكر السبب في الحالتين. طلب سعد زغلول من المندوب السامي البريطاني السماح له بالسفر إلى لندن. لندن هي مستر غلط، بالسفر إلى باريس اللي هي عشان يحضر مؤتمر الصلح. بعد كده أثبت بالأدلة. حملت المحاكم المختلطة في داخلها العديد من العيوب اللي هي هنكتب عن رئاسة القضاء الأجانب لها، يبقى حيث أدت رئاسة القضاء الأجانب له إلى حاجتين يا مستر: تدخلهم في سلطة القضاء التشريعي المصري، وتاني حاجة وانحيازهم للأجانب. تمام. السؤال اللي بعديه: ساعد السلطان العثماني بريطانيا في تحقيق رغبتها في سبتمبر، اللي هي بتاع الرغبة اللي كانت في سبتمبر، إعلان عصيان عرابي، يبقى حيث أصدر منشورا بإعلان عصيان عرابي، اللي أدت إلى ضعف الروح المعنوي. تمام. تقريبا ده كان آخر سؤال في الامتحان. يعني لو شفتوا كده ادي 4 وادي درجة 5 وادي دولت مش عارف بقى عليهم كام يا مستر، ممكن يكون عليهم كام، مساحة انه يكون في حاجة تانية يا مستر. هو تقريبا ده آخر حاجة. لو في أي أسئلة ناقصة ما حلناهاش هتكتبوها في التعليقات. حبايبي طلاب تالتة إعدادي، أتمنى يا رب تكونوا وفقتوا في الامتحان. امتحان محافظة الدقهلية، هو الحمد لله آخر سؤال في المجموعة ده، مفيش تاني. فطبعا احنا عشان خاطر ما بيكونش في ايدنا الامتحانات، عشان كده بنقصر معاكم في الردود والتعليقات، لكن بنحاول على قد ما نقدر نطمنكم على درجتكم. طبعا الامتحان اللي هيفوز في الشرقية والدقهلية امتحان الشرقية، من وجهة نظر امتحان الشرقية أصعب من امتحان الدقهلية. الدقهلية امتحان سهل، امتحان جميل، ويعني كويس، يعني إلى حد ما امتحان معقول إلى حد ما يا مستر. الحمد لله. يعني يا ريت تطمنوني على امتحاناتكم وعملتوا ايه في التعليقات. في سؤال الخريطة يا مستر اهوت، عشان نختم الفيديو بالمنظر ده. تمام. كصورة مصغرة للفيديو كده. نترككم على خير حبايب الطلاب، وهتوحشونا كده لحد ما نبدأ مع بعض الترم التاني ان شاء الله على القناة. لو حابين تحجزوا في الزوم بادروا بالصراحة في الحجز، عشان خاطر مفيش مجموعات قليلة، وقته قليل، فاللي حابب يحجز يعني بسرعة كده يا مستر احنا عايزين نشترك في الزوم. نترككم على خير. كان معاكم المستر اللي بيحبكم، مستر رضا جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.